مرحب حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. اليوم راح نسوي طريقة عمل الأجنحة المشوية، فخليكم ويانا خطوة بخطوة. اللي راح نحتاجه أجنحة، فلفل أخضر أو ألوان حسب اللي انتو تحبوه المتوفر، أو راح نحتاج شياش خشب، صويا صوص، خل، دبس الرمان وملح أكيد، سماق، بابريكا، ثوم مطحون، بصل مطحون، وراح نحتاج طماطم وبصل. راح نبدي نتبل الأجنحة بالبهارات الجافة والملح، ونضيف عليه الصويا صوص، ونخلي عليه الخل، دبس الرمان، ونخلطها كلها ونخليها ترتاح ساعة كاملة بالثلاجة. وكل ما خليناها تتخمر أكثر راح تكون أطيب. وهذا شكلها بعد ما طلعت من الثلاجة. راح نبدي نشكلها مثل ما احنا نحب، وهاي الخلطة تناسب الأجنحة سواء كانت بالفرن أو مشوية على الفحم. وهنا بعد ما كملنا الكمية كاملة، وراح أشغل الفرن لمدة ربع ساعة قبل ما أدخل الدجاج بيه، والحرارة راح تكون 200، وراح تبقى بحدود النص ساعة، وحسب كل فرن مرات تاخذ 25 دقيقة ومرات تصير 35 دقيقة. راح أخلي لها الفحمة حتى تاخذ طعم التدخين، وأكيد لازم أغطيها حتى تشبع بالدخان. وهذا شكلها النهائي، وألف عافية.